لك هذا؟ قال لي من عند الله والله. بعد ما خدت منك الفلوس امبارح خدت ابني والمدام وطلعنا على الدكتور كشفني، وجيت اجيب العلاج لقيته قاطع 650، فدفعت كل اللي كان معايا وطلعت البطاقه من جيبي اسيبها عند الدكتور الصيدلي رهان لحد ما اجيب له الباقي، فحلف عليا ما هو واخدها وقال لي براحتك ما تستعجلش على الفلوس كمان. طلعت من هناك ورنيت على صاحبي ينزلني ورديه على التاكسي، فقال لي انه في مشوار ومش هيجي غير على الفجر، والسواق هيستلم منه على الساعه 8 الصبح. اول ما تيجي رن عليا، هطلع من بعد ما تيجي لحد الساعه 8 الصبح، مزنوق بس في قرشين، فكتر الف خيره وربنا هداه وقال لي ماشي. الساعه 1:30 لقيته بيرن عليا، نزلت ومن الساعه 2 الا ربع استلمت الورديه. والله ما ركب معايا الا زبون واحد بس طول الليل، وما دفعليش غير هي 20 جنيه اول عن اخر في جيبي لحد الساعه 7:15 الصبح. فقلت في عقل بالي مش مكتوبالي، وحمدت ربنا ونزلت اجيب فطار عشان على الاقل ما ادخلش البيت وايدي فاضيه. قابلني طفل زي القمر بس هدومه متبهدله، ابتسمت في وشه لقيته بيقول لي والنبي يا عمو عايز افطر، فلقيت نفسي تلقائي بقول له بس كده يا عيون عمو. دخلت جبت له الفطار وطبطبت عليه وبوسته وسبته وركبت التاكسي. وما اكدبش عليك يا صاحبي، ما بيني وما بين نفسي قلت لربنا يا رب انا جبرته بخاطر، بس انا خاطري مكسور، يا رب اجبرني. ويمكن قبل ما اخلص الدعاء لقيت شاب باين عليه العز كده بيقول لي فاضي يا اسطى؟ ابتسمت وقلت له ايوه اتفضل. فركب وانشغل بالكلام مع حد في التليفون، وانا انشغلت بالطريق لحد ما وصلنا قدام البنك وحاسبني ونزل. قعدت ادعي ربنا بكمان مشوارين وفضلت الف شويه بس من غير اي فايده، فقلت الحمد لله كده رضا. وجيت انزل عشان اجيب فطار، اتفاجئت بشنطه في الدواس، ولما ركزت شويه افتكرت بانها شنطه الزبون اللي نزل عند البنك. بدون تفكير قررت ارجع واديها له لانه اكرمني في الحساب. وبالفعل في اقل من ربع ساعه كنت قدام البنك ولقيته واقف مع بتاع الامن وباين عليه الزعل. نزلت له بالشنطه بدون ما افتحها ولا اعرف فيها ايه، لقيته مقابلني بالحضن وعمال يبوس فيا ويبوس في راسي وبيفتحها عشان اتفاجئ بان كلها فلوس. عدهم فلاقاهم مظبوطين، سلم عليا واخدني بالحضن تاني وطلع لي منهم 10000 جنيه تقديرا لامانتي وسابني ومشي. من كتر الفرحه حضنت بتاع الامن واديته 1000 جنيه بسني من راسي هو كمان، وقال لي ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. ما قدرتش امسك دموعي وقلت له والله جبروا فعلا، ربنا جبر بخاطري. وحكيت له على كل اللي حصل، طبطب عليا وقال لي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.